صباح الخير. حكايتنا النهاردة عن الفنان أنور إسماعيل. واتولد أنور إسماعيل في محافظة الشرقية سنة 29، واتخرج من المعهد العالي للتمثيل سنة 59، وبدأ حياته العملية مدرس في وزارة التربية والتعليم، وبعدين اتنقل للمسرح القومي. وبدأ أنور إسماعيل حياته الفنية بأدوار صغيرة لغاية ما عرضت عليه الفنانة نادية الجندي دور في فيلم المذبح، وبدأت شهرته الفنية. وفي 23 إبريل سنة 89 عثر على أنور إسماعيل ميت في شقة مفروشة في السيدة زينب، وجه في تقرير الطب الشرعي وجود تعفن بالجثة لوفاتها قبل بضعة أيام من العثور عليها، وجود نسبة من الهيروين بالجسم. لكن أقارب الفنان أنور إسماعيل رفضوا القصة دي